السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل بلح الشام بطريقة سهلة وبسيطة جدا. أنا هنا هسمعكوا صوته مقرمش ازاي. شوفوا شارب الشربات من جوه ازاي وعامل ازاي ومستوي. هنا هنحضر بقى مع بعض الطريقة. كوبايتين دقيق، كوبايتين ونص دقيق، حطيت كوبايتين بعدين نص كوباية، و3 معالق كبار سميد بسبوسة، ومعلقة كبيرة نشا. هنقلب كل المواد الكافة دي على بعض. هنحط كوبايتين مية وعليهم نص كوباية زيت ونحطهم على النار، ومعلقة سكر ورشة ملح. بس كده، دي المواد السائلة هنحطها على النار. الطريقة دي جربوها مش هتندموا، هيعجبكم جدا. اول ما المية تغلي ننزل بالمواد الكافة عليها وهو على النار، ونقلب فيه وايدينا فيه بقى، ما نسيبوش يعني نسيبه. اول ما نقلبه يشرب المية، نوطي النار حاجة بسيطة ونفضل نقلب فيه، نقلب في العجينة، نسويها شوية على النار زي ما احنا شايفين كده. هنقلب مع بعض لحد ما العجينة تلم. اهم حاجة خطوة التسوية دي، بتخليه مظبوط معاكي وحلو معاكي. شايفين انا لم معايا ازاي وانا لسه شغالة عليه على النار، موطيه النار وبقلب فيه. طبعا العجينة تقيلة في ايدك بس مش مشكلة، يعني بالراحة كده وتقلبي فيه. شايفين بعمل في الحلة ازاي كده؟ خلاص خلص معايا. معانا 4 بيضات، الكوبايتين ونص دي بياخدوا 4 بيضات. هننزل بالاول بيضة بيضة، وبعد كده معلقة فانيليا ومعلقة خل عشان نضيع زفرة البيض. اما البيضة الاولانية تنضرب ننزل بالبيضة التانية، ما ننزلش بكمية البيض كلها مرة واحدة. ممكن تضربيه بايدك بس بياخد وقت شوية. ما ينزلش بالتانية لما الاولانية تكون راحت. شايفين هنا ما بنزلش بالبيضة لما بتكون الاولانية التانية اختفت. خلاص دي اخر بيضة معانا هنحطها. طبعا بنسيب العجينة تبرد، ما بنحطش البيض الا لما العجينة تبرد خالص. ده القمع اللي احنا بنعمل بيه بلح الشام، يكون سنونه متنية لجوه عشان يديكي الشكل اللي هو زي بتاع بره. ومعانا كيس قماش او كيس من اللي هو البلاستيك، بس اللي هو لازم يكون تقيل لان العجينة بتبقى تقيلة هيتقطع معاك. وندهنه دهنة زيت كده من جوه عشان ينزل معانا بكل سهولة. معانا زيت بقى بارد، ما بنكونش لسه، ما بيكونش سخن. بنقطع فيه بلح الشام وهو بارد. ما بينفعش نقلي بلح الشام والزيت سخن. نقطع كل الكمية وبعدين نشغل الزيت. ولما نيجي نعمل الدور التاني نطفي الزيت يهدى شوية وبعد كده نعمل تاني. شايفين يكون الزيت مغطيه كده. ما نقلبوش ولا نيجي يمته الا لما هو ينتفخ معانا كده ويقب. بعد كده نقلبه على الوش التاني عشان ما يتقطعش معاكي ويبوظ. نقلبه كده على الوشين لحد ما ناخد اللون اللي احنا عايزينه ونطلعه. هنا خد اللون الدايب الحلو اهوت. هنطلعه بقى على مناديل ونحطه في الشربات على طول وهو سخن. الشربات بارد وهو سخن. ده شربات تقيل، وهسيب لكم مقدار الشربات التقيل في صندوق الوصف، الفيديو بتاعه. اللي هو كل كوبايتين سكر عليهم كوباية مية ومعلقة عسل كلوكوز وعصرة ليمون. لازم يكون شربات تقيل بتاع بلح الشام عشان يفضل مقرمش معاكي. لو حطيه في شربات خفيف هيطرى معاكي. واللي بيحبوا شارب شربات كتير يسيبوا شوية في الشربات. اللي بيحبوا يا دوبك يعني شربات وسط يحطوا ويطلعوا على طول يتصفى. ده بيفضل مقرمش معاكي لحد تاني يوم.
الطريقة دي حلوة جدا. هنا خلصت كل الكمية بقى، هنزينه بقى، نحشي بقى كريمة، نسيبه سادة، ده براحتنا بقى، التزيين ده براحتنا. ياريت منسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وياريت منسوش بتعليقاتكم. هنحشي بقى هنا كريمة، ده كريم شانتيه عادي، ونحط بقى اي مكسرات عندنا او اي زداني، اي المتاح عندك، التزيين ده براحتك بقى. سيبي ده كده برضو بيبقى حلو جدا. كل الكمية اللي قدامكم دي من كوبايتين ونص دقيق بس. شايفين طلعت كمية قد ايه؟ صوص بقى كراميل، صوص فراولة، اي حاجة بقى متاحة عندك في التزيين اعملي بيها. يعني هيوفر معاكي كتير كده لما تعمليه في البيت. كوبايتين ونص دقيق مكلفوناش اي حاجة، وهتعملي كمية كبيرة جدا وتفرحي الولاد، حاجة حلوة جدا وطعمها حلو قوي وزي الجاهز بالظبط. ياريت منسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.